السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا طلبوا مني أغلبية من الناس اللي موجودة معايا على الواتساب، بعتولي خاص قالوا لي احنا عايزين تعمل لنا البسبوسة البيتي. طبعا أنا كنت عملت البسبوسة الدمياطي قبل كده الجمعة اللي فاتت. طبعا النهاردة هنعمل البسبوسة البيتي. طبعا ادي البسبوسة البيتي بتاعتنا، الشكل الجميل بتاعها والطراوة بتاعتها والجمال بتاعها. طبعا النفس بتاعها والطعم بتاعها جميل جدا ما شاء الله. صلوا على النبي يا جماعة، جربوها وقولوا لي ايه رأيكم في الطعم والطراوة والجمال اللي انتوا هتشوفوه. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نبدأ. معانا مقاديرنا طبعا: سميط، ومعلقة بيكنج باودر، طبعا في نص كوباية جوز الهند، في لبن طبعا وسكر وسمنة وعسل كلوكوز. طبعا معانا دي جوز الهند، دي العسل الجلوكوز، ممكن تستغنوا عنه تحطوا الشربات ماشي. طبعا بنبدأ نحط السميط، لا مؤاخذة، دي المعلقة بيكنج باودر، سكر، جوز الهند. نبدأ نقلبهم تقليبة كده بسيطة مع بعضيهم لحد ما يندمجوا كلهم مع بعضيهم. نبدأ نحط السمنة بتاعتنا ونجهزها. ادي السمنة بتاعتنا نحطها على الخليط كلها لحد ما الايه البسبوسة تشرب السمنة كلها. طبعا دي طريقة، في طريقة تانية سهلة جدا هقولها لكم طبعا في الحلقة. مش تنسونا باشتراكاتكم. احنا مش بنقلب، مش بنعجن يا جماعة، بنقلب كده تقليبة بسيطة لحد ما كله بيشرب بيه الخليط، بيشرب السمنة بتاعتنا كلها. طبعا السمنة والحليب طبعا نبدأ نحطهم، ندهن صينية زي سمنة كده، ونبدأ نحطهم الخليط بتاعنا في الصينية بتاعتنا الجميلة دي. الصينية البيتي تاخد نص كيلو طبعا، هي معروفة المقاس بتاعها 35، تاخد نص كيلو معروفة. نبدأ نفردها بالطريقة دي كده بالراحة، واحدة واحدة، بالراحة بنفس الطريقة دي. بعد كده نبدأ نخبط كده خبطة على الرخامة كده بالراحة، خبطة خفيفة جدا. الخبطة دي بتخلي مثلا الهواء بتاعها يقفل. طبعا الحتة اللي أنا بعملها ده اختياري ماهيش إجباري، أنا قلت ما أجربها بس ما شاء الله الشكل جميل، وإن شاء الله تطلع جميلة معانا. نبدأ نعمل شرباتنا بقى عشان يكون شرباتنا سخن. كوباية ونص سكر، كوباية ونص مية، ونبدأ نحطهم على النار على بال ما ياخدوا معانا كده غلوة بسيطة. نبدأ نسقي بيهم الشربات. لازم الشربات سخن يا جماعة. في ناس بتقولك الشربات بارد والهريسة سخنة، أو الشربات ساخن والهريسة باردة. لازم الاتنين يكونوا سخنين عشان يعملوا معاك الطريقة اللي أنا يعني مش عايز أقول لكم بتعمل إزاي بنفس الطريقة دي كده، واسمعوها وشوفوا جربوا. حاجة جميلة الجميلات. النفس يا جماعة جميل جدا، والموضوع فيه حكاية ورواية. بسبوستنا البيتي بتاعت والدتي ووالدتك، أمي وأمك، ستي وستك. جربوها صدقوني، روعة الروعة، جمال الجمال، طراوة الطراوة. استنوني في حلقة جاية بإذن الله. مش تنسوني تعليقاتكم، اشتراكاتكم، كومنتاتكم، لكي يوصلكم كل جديد في قناتكم المحترمة طبخي أنا والمدام. بإذن الله هنطور من نفسينا، هنبدأ نظهر إن شاء الله. أول ما الحلقة، أول ما القناة بتاعتنا تتفعل ونبدأ نجيب، احنا بنصور دلوقتي بكاميرا التليفون، إن شاء الله نبدأ نجيب كاميرا ونصور بيها فعليا
وربنا يكرمنا جميعا. اللهم صل على النبي. مش تنسونا بالصلاة والسلام على أفضل خلق الله في رعاية الله وأمنه. طبعا دي الجمال بتاعها. مش تنسونا باشتراكاتكم الجميلة يا جماعة. الطعم حكاية، النفس قصة وحكاية. لو انت كلت بسبوسة والدتك أو ستك زمان، جربوها وقولوا لي ايه رأيكم في الطعم والنفس.